هلا وغلا، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو النهارده هيكون على كل المنتجات المصريه اللي انا جربتها وافضل المنتجات اللي انا جربتها في 2023. يعني الفيديو هيكون ميكس ما بين افضل المنتجات اللي انا جربتها في 2023 وهي هتكون كلها منتجات مصريه، فممكن نسميه برضو افضل المنتجات المصريه اللي انا جربتها. الفكره بس ان انا جربت منتجات مصريه، منتجات مش مصريه كتير جدا. يعني مش عايزين نحصر الموضوع في مصريه ولا مش مصريه، بس هي الفكرة ان احنا عايزين نبطل نشتري اي منتجات تانية مش مصرية او مش عربية، علشان اسباب كتيرة قوي 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 كلنا عارفينها وفاهمينها. وكمان عشان نشجع منتج بلدنا. ايه المشكلة ان احنا نشجع منتج بلدنا؟ وايه المشكلة ان منتج بلدنا يحس ان هو آم عليه طلب، فيحسن من نفسه ويحسن من جودته ويحسن من قيمته، فالناس تشتريه بنفس راضية كده، ويبقى المنتج كواليتي وسعر حلو. فدي معادلة جميلة جدا جدا. من غير ما اطول عليكم، يلا بينا نبدأ الفيديو. جديدة من افضل الغسولات المصرية اللي انا استخدمتها هو سكين سايد الكلينزنج اللي هو اسمه ريبوست. اسمه ريبوست وهو 3 في 1، يعني ممكن تستخدميه كغسول، كسكراب، كماسك. انا عاجبني قوي ان هو قوامه كريمي فما بينشفش البشره، بيسيبها كده مترطبه، بيدي نضاره كده فوريه، بيدي تفتيح فوري، بتحسي ان بشرتك فجاه كده نورت. كمان ما بينشفش البشره، دي حاجه مهمه قوي عندي في الشتاء. انا من النوع اللي بغير المنتجات بتاعتي من الصيف للشتاء. المفروض ان كلنا نعمل كده، علشان في الشتاء البشره بتجف. حتى لو بشرتك دهنيه هتلاقيها جفت منك درجه درجتين، ده شيء طبيعي. فمش معقول ان انا استخدم غسول يكون بيشيل الدهون قوي قوي كده، مثلا زي الغسولات اللي هي مخصصه للبشره الدهنيه. انا بتكلم علشان انا بشرتي دهنيه او مختلطه مايله للدهنيه، فانا بغير المنتجات معظمها تقريبا. بس اهم المنتجات اللي بغيرها هو الغسول والكريمات. بحاول اخلي الكريمات ترطيبها اعمق، وفي نفس الوقت من غير ما تكون هتطلع لي حبوب او هتزود الدهننه في بشرتي زياده. فالغسول ده حلو قوي قوي، عاجبني جدا بجد. التركيبه بتاعته، الافكت بتاعه لطيف، ما بيزهقنيش كده وانا بغسل وشي، بحس ان انا مستمتعه بجد. كمان في غسولات تانية كتيرة مصرية أنا بستخدمها الفترة دي أو بجربها، فإن شاء الله بإذن الله هبقى أقول لكم رأيي فيها. تاني حاجة من روتين العناية ببشرتنا هو الميك اب ريموفر. الميك اب ريموفر بنستخدمه ان احنا نشيل بيه الميك اب لو احنا بنحط ميك اب، او ان احنا نشيل بيه الصن بلوك، علشان الصن بلوك ما بيتشالش بالغسول العادي كده. الميك اب ريموفر الزيتي، او هو مش زيت قوي، هو ايمالشن، يعني هو ما بين الزيت والميه، حاجه كده اسمها ايمالشن. النوع ده بتاع سيش، وده مكتوب عليه ميلت ذا داي اواي، او هو اسمه ميلت ذا داي اواي. مكتوب عليه ان هو لوشن، ميك اب ريموفر لوشن. ده عباره عن ان انتي بتحطيه على وشك، يسيح الميك اب من على وشك، وبعدين بتغسلي وشك بالميه بتلاقيه راح. علشان هو لوشن او ايمالشن يعني، ولا منه زيتي ولا منه ميه، ف بيروح على طول، ولكن لازم نغسل بشرتنا بعده. مشكلتي الوحيدة معاه ان هو سعره يعتبر مش افوردبل قوي، يعني سعره 370. ولكن سيش احيانا بتعمل عروض، واحدة والتانية 50%، او بتعمل ديسكاونت. فاستغل عروض سيش، لان هي بجد براند تحفة، مهتمين قوي قوي ان هم يبقوا توب كده من البداية. فهو الميك اب ريموفر ده حلو. لو انتي زي مالكيش خلق قوي على الميك اب ريموفر الزيتي، اتمنى ان ساش يبداوا يعملوا ميك اب ريموفر يكون ووتري او مايسلر ووتر عاديه، علشان انا اول واحده هشتريها ان شاء الله. لو انتي بقى بتحبي الميك اب ريموفر يكون ووتري واستخدامه خفيف كده بالكوتون باد، فده من احلى الانواع اللي انا استخدمتها، اللي هو تيلوفيل. دي الازازه بتاعته 250 مللي، بيقعد معاكي وقت حلو، وسعره 185 جنيه. كمان تيلوفيل بتعمل عروض حلوه قوي قوي. الفتره اللي فاتت دي كانت عامله عرض واحده زائد واحده مجانا، فبقى سعر الواحده اقل من 100 جنيه، فده رقم حلو قوي قوي. من الميك اب ريموفر التحفه اللي انا استخدمتها مؤخرا وعجبتني، ومش بتلسع العين، وبتشيل الميك اب حلو، لطيف. لو انتي بقى بتحطي ميك اب كتير وبتحطي روج مثلا يكون مات، والارواج اللي هي بتثبت قوي زي سوبر ستاي بتاع ميبلين،
فمن احلى الانواع اللي انا جربتها في الحاجات دي رو افريكان. ودي هي تحسيها قوامها شويه زيتي، بس هي ما فيهاش زيت، هي فيها زي جليسرين او مواد كده ايمالشن برضو، فلونها ابيض كده ولازم ترجيها قبل الاستخدام. حلو قوي، بتشيل الميك اب حلو قوي، عجبتني. وبتشيل الروج اللي هو الووتر بروف، بتشيله حلو قوي. سعرها 135 جنيه. مشكلتي معاها بس ان هي صغيره قوي، يعني اصغر من كف ايدي، فبتخلص معاكي في اسبوعين لو انتي بتستخدميها كل يوم. فمحتاجين رو افريكان، محتاجين نكبر الازازه شويه. الترطيب عامل مهم جدا 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 في الشتاء، والا بشرتنا هتشقق وهتوجعنا وممكن تلتهب وممكن تعمل قشور. اكتر الحاجات اللي احنا لازم نستمر عليها ان احنا نزود الترطيب في الشتاء. يعني لو كنتي بتستخدمي كريم حاولي تستخدمي كريم اقوى، لو كنتي بتستخدمي كريم بس استخدمي سيرم وكريم. من السيرامات اللذيذه جدا اللي انا استخدمتها الشتاء دي هو سيش ريدي ان اكشن. بصوا الباكجينج، باكجينج عالمي يعني الصراحه. في 3 انواع من السيراميد، وفي هيالورونيك اسيد، وفي كولاجين. يعني صباح النضاره، صباح النضاره بجد. تحفه، عجبني قوي قوي قوي. قوامه خفيف كده، بصوا يعني قوامه خفيف، لا بيدهن ولا بيلزق ولا اي حاجه. بيدهن قصدي، مش بيلزق وجستيكي زي السيرامات التانية. لا 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 لا، جميل جميل. ريحته هو في فريجرانس، بس فريجرانس يعني مقبول، خفيف لطيف، مش الحاجه المزعجه، وما بيلزقش. تحفه ما شاء الله. مفيش حاجه جربتها من سيش وما عجبتنيش. مشكله بس معانا في البادجت بس يعني، فمحتاجين سيش نعمل عروض اكتر علشان نشجع الناس ان هي تشتري اكتر. كمل في الترطيب. ومن المنتجات التحفه اللي انا جربتها الفتره اللي فاتت هيالورونيك اسيد بتاع سكين سايد. ايه الجمال ده! كريم بيروي بشرتك، بيروي عطشها. كريم تحفه، بيعمل على طول على طول كده، اللي هو عارفه اللي هو تحسي ان بشرتك كانت عطشانه فرويناها على طول. كريم ترطيب عالي. طبعا ده كريم وش، ترطيب عالي. بصوا انا لا 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 لا, لا. انا هزعل كده. حلو قوي قوي قوي، بيرطب الوش بطريقه بتحسي ان وشك ارتاح بعدها. من الكريمات الجميله جدا اللي هتفرق معاكي قوي في نضاره البشره. لو انت بشرتك جافه عاديه مختلطه هتحبيه قوي. لو انت بشرتك دهنيه ممكن ما تحبوش، بس في الجو الحر قوي، بما اننا في الشتاء، فده مرطب الممتاز. حجمه صغنون ولونه كيوت قوي، ممكن تاخديه معاكي في اي مكان. بصراحه من المنتجات اللي انا حبيتها جدا 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 الفتره اللي فاتت دي. اوعي بقى تكوني من الناس اللي بتنسى تستخدم صن بلوك في الشتاء وبتكسل وبتقول شمس الشتاء شمس خفيفه. شمس الشتاء شمس خفيفه ما بتحرقش، ولكن هي لسه فيها اليو في اي اللي بيعمل ايجينج ستيل، بتخلي بشرتك ممكن تعجز بسرعه. ليها اضرارها الشمس الزياده، ليها اضرارها كمان. احنا في الشتاء بنقعد بنتدفى في الشمس كتير ومش عارفه ايه ولا، ممكن تلاقي نفسك بتتعرضي للشمس اكتر من الصيف علشان انت عايزه تتدفي، خصوصا في الاماكن المفتوحه. مثلا رحتي قعدتي في نادي، او قاعده في جو فيه خضره او كذا، او قاعده في اسوان مثلا بتشتي في اسوان، او بتتعرضي بقى للشمس كتير، فانت كده من الناس اللي لازم 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 تكوني بتستخدمي صن بلوك، لانك بتاذي بشرتك وانت مش واخده بالك. اذى البشره من الشمس بيبان بعيد، بيبان على المدى البعيد. كمان تأثير حماية الصن بلوك من الشمس بيبان على المدى البعيد. فالصن بلوك مش من الحاجات اللي انا هستخدمها دلوقتي هحس بنتيجتها دلوقتي، لا انت هتستخدميه بعد دلوقتي وهتشكري نفسك وهتدعي لنفسك بعدين. فمن الصن بلوكس الجميله قوي اللي انا استخدمتها الفتره دي وعجبتني وحسيت ان انا لا انا ارتحت لك في الشتاء اكتر، هو ديرماتيك ماتيفاينج فلويد. وده معمول للبشره الدهنيه. هو ماتيفاينج يعني المفروض ان هو بيدي لوك ماتي، بس هو الحقيقه بيدي لوك فيه شاين شويه كده، او بيديكي يعني شويه كده لمعه. ففي الشتاء او في الصيف قوي ما حبيتوش صراحه خالص، ولكن حبيته في الشتاء. حسيت ان هو ده اللوك اللذيذ، هو ده اللوك اللي انا ابقى مبسوطه وانا حطاه كده في الشتاء الصبح مثلا وانا رايحه الشغل او ايا كان. لطيف، سعره حلو، 200 وحاجه. ديرماتيك بتعمل عروض. فده من المنتجات، مش عارفه اذا كنت قربته للشاشه ولا لا، ده من المنتجات التحفه اللي انا انصحكم بيها
الفترة دي. لسه في منتجات كتيرة جدا عايزة اتكلم عنها، منتجات للجسم، لوشانات وكريمات وشاور جل ومنتجات للشعر مصرية تحت التجربة الفترة اللي جاية دي. ان شاء الله باذن الله يعني ربنا ينفخ في صورتنا كده ونبتدي نصور ونرجع للحياه على اليوتيوب. كمان انتوا لو جربتوا منتجات قولولي عليها واكتبولي في الكومنتات، او لو في منتجات عايزيني ابتدي اجربها قولولي وانا ابتدي ان شاء الله اجربها واعمل عنها ريفيو. شكرا ان انتوا سمعتوا الفيديو لحد الدقيقه دي. كان معكم سليمان، شكرا لكم، السلام عليكم.